السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد حسن وفيديو جديد من قناة أهلاوي الأبد. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على النتيجة النهاردة. هارد لك للنادي الأهلي. بس يعني كلمتين كده، هو احنا ازاي كنا كده في الماتش النهاردة؟ يعني مش عارف، ما حسيتش ان النادي الأهلي موجود النهاردة. ودي يعني إحساس أول مرة أحسه من فترة طويلة كمان، ان النادي الاهلي ما كانش موجود فعلا. لعبنا شوط اول الى حد ما كنا كويسين، ما فيهوش غير هجمه او اتنين للنادي الاهلي بس. فين يعني فين هجمات النادي الاهلي طول الماتش؟ انا مش فاكر هجمه للنادي الاهلي توحد ربنا غير هجمه اكرم اللي جه فيها ضربه الجزاء، الكره الثابته لوسام ابو علي بس. بيرستاو مفيش حاجه، وسام نفسه كان بيحاول مفيش حاجه، حسين الشحات بيحاول مفيش حاجه، امام ما كانش موجود النهارده، مروان الراجل قشاش، يعني الراجل كان بيلم من ورا الفرقه في خط النص. فما فهمتش الاهلي كان بيلعب بخطه ايه النهارده. يعني انت بتلعب فريق مش قوي، فريق ضعيف، فريق ما انسجمش مع بعضه بمعنى اصح زي ما بنقول، فريق اللي كسب الشرطه الكيني ده ولا الشرطه معرفش مين من كام يوم بالعافيه. ف انت تكسب مرتاح، يعني انت تكسب مرتاح. يعني قلنا امبارح انزل اخبط يا باشا على طول، اخبط على طول وهات جون واتنين وخلص الماتش. لكن ضربة جزاء، وطبعا عبال ما اتحسبت قعدنا ربع ساعة وقلة أدب وسفالة من لعيبة الفريق المنافس، وحاجة تقرف يعني. ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس، يعني ما فيهاش كلام. يعني أنا شخصيا شفتها قبل ما الحكم يحسبها أصلا، وقبل ما يرجعوا للفار، باين إن في حد داس على رجل أكرم، حتى لو الكرة طلعت خلاص، هي في القانون الجديد كده. فمش عارف، دونجا ده المفروض كان يطرد اصلا جوه في اللقطات دي. المسلوسي اللي قاعد يعمل لك كده انتوا واخدين فلوس، المفروض كان يطرد. مش هتكلم عن التحكيم كتير لان هم بيتكلموا على التحكيم اكتر مننا بكتير، ويقول لك احنا تعرضنا لظلم وضربة جزاء غير صحيحه والكلام ده، مع ان كل البشر كوكا وباتريك فييرا والناس في الاستوديو كلهم بما فيهم عفيفي، كل حاجه، كل الناس، وتامر واحمد عز، كل الناس قالوا انها ضربة جزاء. بس ما علينا. بس فين لعيبه الاهلي؟ يعني ليه المستوى اللي احنا ظهرنا بيه النهارده ده؟ مفيش ولا لاعب في مستواه، ولا لاعب. يعني يعني يمكن رامي مثلا، يعني نتكلم على ربيعه مثلا، ربيعه كان كويس الى حد ما. يحيى عطية الله النهارده دفاعيا زفت، الجون منه طبعا، يعني كعب ملوش اي 30 لازمه. انت بتعمل كعب في اللقطه دي ليه؟ مش بتاعتنا دي يا عم عطيه، انت جديد على الفريق ولسه ما خدتش والكلام ده، بس دي مش بتاعتنا خالص خالص. ياسر ابراهيم الجون اللي جه منه برضه، لانه الراجل خد خطوه قدامك وشكرا. يعني رامي حاول يعمل اي حاجه، ما جاتش عند رامي. الكره بتاعتك انت المفروض تكون سابق المهاجم. هو بخطوه والشناوي طبعا نام على الارض وخلص، خلصت. ففين الاهلي؟ يعني فين المستوى اللي احنا شفناه في ماتش جورماهيا؟ الزمالك يا جماعه ما يعلاش كتير عن جورماهيا، يعني انا مش شايف ان هو الفريق يعني اللي هو يكسب الاهلي. ما عرفش يكسبه جوه الماتش، بس كسب ضربات جزاء. ايه بقى موضوع ننا هو بتاع؟ يعني من امتى احنا كاهلاويه وكلاعيبه النادي الاهلي بتعمل الحركات دي؟ انا شخصيا من اول ما شفت الحركات دي انا قلت احنا شلنا الماتش، يعني ما كنتش متفائل. ده الحركات دي هم بيعملوها، المنافسين دايما بيعملوها واحنا دايما بنكسب. لكن كل واحد يجيب جون في ضربة جزاء يروح عامل لنا ننا هو. ننا هو مين؟ يعني احنا اللي ننا هو. يعني برضو خلينا نعترف ان الاهلي مش هيكسب كل البطولات وكل الماتشات، ومش هيكسب الدنيا دي كلها، بس احنا كجمهور الاهلي دايما بنحب نشوف فريقنا بيكسب. احنا طماعين، احنا خدنا على البطولات، انتوا عودتونا على كده. فمش عارف اللي حصل النهارده، يعني علامات استفهام غريبه. بينت حاجات كتير برضو. انت استغنيت مثلا عن واحد زي احمد عبد القادر وما جبتش حد مكانه، فبقى عندنا طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم والشحات، كلهم بيجوا في فترات مش كويسين، مش دايما مستواهم عالي. ما عندناش الا مهاجم واحد وسام ابو علي، انت معتمد عليه اعتماد كلي. طب ده اتصاب، هتضطر تنزل كهربا مش هيكون في مستواه. فايه طيب؟ يعني مستنيين ايه؟ برضه علامة استفهام النهارده، ليه اشرف داري الا لو ما كانش جاهز؟ يعني ليه ما ابتداش الماتش النهارده مع ربيعه؟
انا كان بالنسبه لي هو ده القرار الصح يعني. محمد هاني اتصاب وطلع، وما اظنش يعني اللي مش كانش هيفرق كتير. عمر كمان نزل يعني عمل اللي عليه، وقف البولندي مشلاك ده الى حد ما، يعني الدنيا كانت سالكه معاه. طب الاداره فين التدعيمات؟ يعني احنا يا فرحتي جبنا اتنين قلب دفاع وباك شمال وخط نص، طب فين الهجوم؟ يعني الهجوم ده انتوا ناسينه ليه؟ يعني الهجوم ده انتوا ناسينه ليه؟ مفيش ليه صفقات في الهجوم ليه؟ يعني ده النادي اللي كان موقوف له قيد وما عندوش فلوس وبتاع، جايب اتنين في الهجوم، عمر فرج ومشلاك ده. طب احنا فين؟ يعني احنا فين من الصفقات الهجومية والكلام ده؟ ما شفناش حاجة من الإدارة للأسف. ما مش عارف يعني، أنا شايف إن دعمنا الدفاع تمام زي الفل خلاص. ده ربنا يرجعك يا معلول بالسلامة إن شاء الله، لأن أنا شايف سواد في الشمال الفترة الجاية دي، والله أعلم يعني. يمكن يحيى عطية الله يعني يكون ليه رأي تاني، بس عايزين صفقات في الهجوم، عايزين حد، عايزين أجنحة، عايزين حد في الأجنحة، وعايزين حد مهاجم صريح تاني مع وسام، أو ترجع كهربا بقى يلعب في مكانه الأساسي، بيلعب ناحية الشمال. يعني ليه ما قلبتش الماتش النهارده كده ورحت منزل كهربا يلعب مكان حسين مثلا؟ رضا سليم نزل، الراجل ما فيش يعني، ما لحقش يعمل حاجة. وطاهر احنا حافظينه برضه كورة واتنين وخلاص انتهى، ما فيش. ليه عطية الله يلعب الكرة الثالثة برضه؟ ما فهمتهاش. هل هو بقى يعني جامد جدا في ضربات الجزاء، وانتوا شفتوا له فيديوهات ان هو بيجيب ضربات جزاء زي معلول مثلا ساعة ما كان جاي من الصفاقسي، كان جايب جوال كتير بضربات جزاء؟ ما شفتش عطية الله بيحط ضربات جزاء. وسام لعب كرة جوه الماتش، ما بقى يعني ما بحبش الموضوع ده ان هو يلعب تاني في الماتش بقى، بتبقى مقرية وهو حظه جت في العارضة يعني. حتى الجون راح الناحية التانية عواد والكرة خبطت في العارضة، خلصت. الفريق النهارده صفر. امام عاشور كان فين النهارده؟ مش موجود. اكرم حاول الراجل في حاجات كتير. مروان ما اقدرش الوم عليه، لغايه ما طلع كان مادي الدور اللي عليه مليون في المية تمام. يمكن هو ورامي ربيعه انا في رايي هم دول احسن لعيبه النهارده في النادي الاهلي. باقي الفريق كله صفر، يعني باقي الفريق كده تاخده كده صفر. فانا مش فاهم والله، ما فهمتش ايه اللي حصل النهارده. اتمنى الاداء يتحسن الفتره الجايه. عندنا ماتشات جامده جدا الفتره الجايه، عندنا كاس السوبر المصري هنلعب سيراميكا، وبعد كده هنلعب الفايز ما بين الزمالك وبيراميدز. بعد كده هنلعب العين الاماراتي، فريق قوي جدا، هنلعبه في القاهره. لو لعبنا بالاداء اللي احنا لعبنا بيه ده النهارده، ده كارثه كارثه. انا مش بقول لك خد البطولات كلها، بس يعني نلعب، يعني احس ان الاهلي موجود في الملعب ونتغلب عادي، مفيش مشكله. ما احنا زي ما قلنا مش هناخد كل البطولات ومش هناخد كل الماتشات، بس حسيت ان انتوا موجودين، ان انتوا عملتوا اللي عليكم. لكن النهارده انا ما حسيتش. حسين الشحات النهارده غايب، كورتين ما لهمش اي 30 لازمه على الجون. بيرسي تو كان بيدافع، ما اعرفش ده كانت واجبات من المدرب ولا ايه، بس كنت بشوفه في الدفاع بس ما شفتوش قدام. وسام الراجل لوحده كان بيحاول في كل الكور، بس ما فيش يعني، ما جاتلوش حاجه، ما اقدرش الوم عليه. امام عاشور مش موجود. قفشه نزل مسك الدنيا شويه وكده، بس برده ما فيش يعني الراجل ما لحقش برده 10 دقايق. كل اللي نزلوا تقريبا ما لحقوش يعني. طاهر ما لحقش، رضا ما فيش، كوكا، يعني خلاص كانت الدنيا خلاص. اتمنى الاهلي يتحسن الفتره الجايه. زي ما قلت عندنا بطولات جامده جدا، عندنا ماتشات، عندنا يعني الماتشات اللي جايه كلها بطولات. يعني كاس السوبر المصري ماتش، وبعد كده ماتش البطوله العين، كاس الانتر كونتيننتال الجديد، لازم تكسب عشان تعدي الدور اللي بعديه وتسافر لقطر. فالله اعلم ايه اللي هيحصل. احنا اتعودنا من الاهلي قبل كده على البطولات، ومتعودين ان الاهلي بيرجع بسرعه جدا، يلحق يلم اوراقه. كولر مدرب كبير عارفينه ومجربينه، والراجل واخد بطولات مع النادي الاهلي. شفنا شغله، فما نقدرش نتكلم عليه عشان ضيع كاس سوبر او حاجه. فمستنيين منك كتير. لم الفرقه بسرعه، ارجع لم فرقتك، والدنيا ان شاء الله تتفتح قدامك الفتره الجايه باذن الله. مستنيين الاهلي في الماتشات الجايه، واتمنى تدعيمات من الاداره، لان لازم يعني. غيرنا لجنه التخطيط ما غيرناش، لازم تدعيمات. يعني محمد علي بن رمضان كان هيفرق كتير في خط نص الاهلي، ومحتاجين قدام. لازم الخط اللي قدام ده لازم تبصوا له يا جماعه شويه، لازم. عايزين حد يشيل النادي الاهلي. انت بتقول انا بحضر لكاس العالم 25، اللعيبه دي يعني دي تنفع تلعب في كاس العالم 25؟ اشك. خير ان شاء الله. هارد لك النادي الاهلي، واشوفكم في فيديو جديد مع اهلاوي الابد. السلام عليكم.